اقل اغاني حماقي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه محمد حماقي الجديده، اغنيه حبيت المقابله. اقول لكم رايي فيها النهارده، يلا بينا. حبيت المقابلة لمحمد حماقي. الأغنية من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي ومن توزيع تومة. الأغنية كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، إن حماقي عامل نوعية جديدة في المزيكا، عامل نقلة حلوة قوي. أنا شايف إن الأغنية كمزيكا أو كفكرة اتعملت كانت فكرة حلوة قوي. أنا كنت مبسوط جدا بالتعاون ده اللي كان بينه وبين تومة. تومة صديق حماقي من زمان جدا، دايما بيعملوا مع بعض كل جديد، كل شغل بينزل. دايما تومة بحس إن هو بيركز بطريقه كبيره مع حماقي، والهام الاول والاخير دايما بيبقى على المزيكا. دايما حماقي عايز يعمل مزيكا جديده، فكره جديده، حاجه ما اتعملتش او اتهرست قبل كده زي باقي الفنانين او المطربين على الساحه الفنيه دلوقتي. انا الاغنيه كريتم او كمزيكا كانت عجباني جدا، كانت مختلف. شايف ان حماقي ابهرني في الاغنيه كمزيكا كريتم. ممكن اتكلم الاول عن فكره الفيديو كليب نفسه. فكره الفيديو كليب ممكن تبقى اتعملت كتير، مش الفكره نفسها. انا بتكلم معاكم في الفكره بتاعه ان هو بيحب واحده وان هو حب المقابله بتاعتها والموضوع الاساسي. لكن الفكره بتاعه الكليب ان هو يتعمل بتقنيه الاي اي، انا دي حاجه اقول عليها شابوه لحماقي كبير. اول مطرب يعمل فيديو كليب بتقنيه الاي اي، فكره حلوه جدا. حتى بوستر الاغنيه نفسه لو تلاحظوا كانت معموله بالاي اي، فدي فكره كانت حلوه جدا. حماقي دايما بيطور. انا بشوف ان هو من اكتر المطربين اللي دايما بينوعوا بيعملوا اختلاف. حماقي يا جماعه بقاله على الساحه الفنيه 20 سنه، ده عمر كبير جدا، ومن الفنانين التقال عندنا. الاغنيه ككلمات اقدر اقول لتامر حسين عامل زيها في اغاني كتير. يعني انا ما اتفاجئتش قوي من الكلام، انا سمعت زيه قبل كده. اي نعم كان في شويه غزل وفي شويه حركات حلوه من تامر حسين في الاغاني اللي من النوعيه دي، لكن انا ما كنتش متفاجئ بشكل كبير. شايف ان تامر حسين كان محتاج يشتغل عليها اكتر من كده، ما فيهاش الجديد قوي. اللحن كان من العناصر القويه جدا في الاغنيه، كان عزيز الشافعي عامل فيها لحن كويس. انا بسمعه وانا مبسوط، كنت حاسس ان هو لايق مع الاغنيه، مش مجرد لحن اتعمل كده وخلاص. بالنسبه لي الاغنيه اقدر اقيمها ان هي من الاغاني القويه جدا لمحمد حماقي. لكن الاغنيه اللي كانت اقوى منها قوي، والاغنيه اللي ممكن اقول ان هي اتعملت شعبي بس بشياكه او بطريقه شيك، كانت اغنيه ليمون نعناع. انا قد ايه كنت معجب جدا بالاغنيه دي. اللي لسه ما شافهاش هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. الاغنيه كانت على فكره برده كانت مفاجاه، وكانت نقله حلوه قوي لحماقي. كانت نوع جديد على حماقي ان هو يغني اغاني اللي هو الشعبي، اللي هو الشياكه، اللي هو يطلع لك اغنيه نظيفه بس شعبي. لكن الاغنيه دي من الاغاني اللي حماقي ممكن انا اكون معودني عليها كتير، اللي هو البيت، الاغاني اللي هي تتعمل بطريقه حماقي ودايما بيبقى فيها تقنيه حلوه. انا شايف ان الاغنيه كتوزيع كان قوي جدا، توزيع كان حلو، الكلمات كانت كويسه لكن ما كانتش اقوى حاجه بالنسبه لي. الموضوع كان عادي، سمعت زيه قبل كده كتير. ممكن اقدر اقول ان الاغنيه كالحان ممكن تبقى هي من العناصر القويه بعد التوزيع. عزيز الشافعي عامل لحن ممتاز. عزيز الشافعي مش اول اغنيه اشتغلها مع حماقي، وكل مره بيفاجئني بشغله، وكل مره بيبهرني اكتر مع حماقي او مع غيره. فاغنيه شايف ان هي اقدر عليها شابوه كبير جدا لعزيز الشافعي وتامر حسين. برضو تومة عامل فيها مجهود كبير من حيث التوزيع، وفكره الفيديو كليب كلها كانت جديده وكانت مبهجه جدا. وفكره الالوان وان هي معموله تقنيه الاي اي، وانا ما اعرفش ليه الناس او معظم الناس منتقده الاغنيه، وناس كتير هاجمتها وشايف ان دي اقل اغاني حماقي. انا عايز اعرف رايكم في الكومنتات تحت. قولوا رايكم، شايفين الاغنيه اقل اغاني حماقي ولا كانت من الافضل او من الاحسن لاغاني حماقي اللي نزلها الفتره الاخيره؟ انا تقييم الاغنيه 8 من 10، وده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وتشوفني اشتركوا في زر الجرس واعملوا لايك عشان كان في محتوى اقدمه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحابكم. ما تقدروا تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. شكرا.